والله ما استطاع أحد على ظهر الكوكب الأرضي أن ينازعه. لماذا؟ لأن لهم نفوذ، ولأن لهم طاقات، ولأنهم يمتلكون القرارات حتى في بطون هذه الدول. لذا الواجب على الأمة العربية والإسلامية أن تتعاون وأن تتحد وأن تعتصم وأن تترابط وأن تواجه أولا بأول، لأن التنازل عن اليسير يؤدي إلى تنازل في الكثير. وهذه الأمة تنازلت عن أمور كثيرة جدا حتى أنها لم يعد لدماء أبنائها ثمن وصارت رخيصة للغاية، بدليل مقتل آلاف في أفغانستان. معلش بطريق الخطأ نعتذر، فقط كلمة نعتذر، دماؤهم لا تساوي شيء. في العراق نعتذر، يعني كأنهم خراف. ولذلك أقول إن دماءنا لا قيمة لها، وإن وضعنا لا قيمة له. ولذلك على هذه الأمة إن أرادت العزة بإذن الله جل وعلا أن تتبع المنهج وأن تستقي منه وأن تبتغي العزة من عند الله جل وعلا وليس من عند الكفرة أو المشركين. طيب مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام، يعني هقول بعض المعلومات البسيطة عن زكريا بطرس. ربما يكون بعض المشاهدين، والحقيقة أنا اليوم وأنا يعني جاي في الطريق السائق بيقول لي هو مين زكريا بطرس ده؟ ففكره ان مين زكريا بطرس دوت بيقول ايه وما حدش يعني صحيح ربما يكون نعمه الناس مش عارفه، بس هو احيانا بتبقى هذه النعمه تنقلب لو الناس بتجهل وما يحاك حولها وتنزلق الى بعض التاثيرات. بالضبط. فيعني هو زكريا بطرس كما هو مكتوب عنه في ويكيبيديا هو يعني احد القمص بيسموها القمصان او قمص مستقيل من كنيسة الأقباط الأرثوذكس. ولد سنة 1934 هذا أو طرد فيما بعد. ورسم في شبين الكون في المنوفية، ونقل إلى طنطا وأرجع إلى كنيسة مار مرقس في القاهرة. عمل كاهنا في أستراليا عام 1992 وعاد إلى مصر، ثم عمل في برايتون بإنجلترا ودرس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ. دي القصة العادية جدا بتاع واحد بدأ الظهور في قناة الحياة الفضائية، مش الحياة العامة المصرية، الحياة المسيحية، في برنامج أسئلة عن الإيمان. وهذا هو البرنامج الذي بدأ منه نشر سمومه أسئلة عن الكفر، الإيمان من وجهة نظري. وأيضا يقدم برنامج آخر اسمه التلمذة الروحية. الفكرة في موضوع زكريا بطرس أنه بيتأرجح دايما من بين الأرثوذكسية والبروتستانتينية، وتنظر الكنيسة القبطية كما قال شيخنا، الكنيسة القبطية في مصر تنظر إليه على أنه أرثوذكسي مبتدع. كلام كثير يمكن هنتوقف عند بعضه. ما هو مشلوح في النهاية. مشلوح. الفكره هنا يا شيخنا يعني هو بيتكلم في ايه؟ يعني الناس اللي حتى ما شافتش برامجه او ما سمعتش او ما تابعتش، ايه المناطق اللي بيتكلم؟ هل هو فقط يسب في الاسلام ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، ولا هو له فكر وله منهج حتى كنيسي او منهج مسيحي بيتحدث به؟ اولا الرجل ليس له شيء، جاهل ولا يفقه، هو اداه في يد غيره من اعداء الامه ومن اعداء الاسلام، زي ما قال فضيلتك كده. هو اداه، هم يوجهونه. الأصل من هذا التوجيه أن يشكك المسلمين في عقيدتهم إن استطاع. ثانيا أن يبذر الفتنة الطائفية بأرض مصر قدر الاستطاعة، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي، وإن تزلزلت مصر أو اضطربت تزلزل العالم الإسلامي بأسره والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك عشان ما نعطيش يعني أكبر من قدره، الرجل لا منهج له، لا عقل له، لا فهم عنده، بل هو أداة مدفوعة الثمن، ورضي بهذا الأمر حتى يكون أداة في أيديهم. ولذلك زي ما أنت ذكرت كريم، الكنيسة المصرية بالإجماع براء من هذا الرجل المشلوع. وقلت لك بما أن الرجل يعاني مرضا نفسيا بالوثائق، يعاني مرضا عقليا بالوثائق، فلا يعتد به على الإطلاق كإنسان. ولذلك سخروه في قناة، يعني مثلا إما يتكلم في الناسخ والمنسوخ، هو لا يستطيع أن يشرح معنى كلمة الناسخ ولا يستطيع أن يضبطها في اللغة. حينما يتكلم في نسب أفضل مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي، في نسب سيده وسيد أبيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ويتهم النسب الشريف إلى آخره، هو من؟ هو لا زي ما قلت لفضيلتك، وأي تاريخ درسه؟ أي تاريخ؟ هذا عميل خسيس في أيدي أعداء الأمة. ولذلك أقول إن الرسائل التي يطلقها إنما هي من هيئات ومؤسسات ودول، وهو أداة أو بوق، لا أكثر ولا أقل. طيب نبدأ من واحدة من يعني الافتراءات والأكاذيب والخسة، وكما حضرتك بتشير إليها، فيما تحدث عن
طعنه في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحقيقة يعني بعيدا بقى عن كلام الدول بعيدا عن الدنمارك وهولندا والسويد وما شابه، لكن خلينا نتكلم في هذه النقطة لأن طبعا يعني من قرأ الإنجيل الحقيقي طبعا مش الإنجيل المحرف، وحتى في الإنجيل المحرف هناك ما يشير وما يفيد بالنبي صلى الله عليه وسلم كنبي الإسلام. يعني كيف نرد عليه في هذه النقطة؟ ليس له فقط ولكن حتى لنعلم أبناء المسلمين كيف يردون على هذه الافتراءات. للوقاية. تفضل. أقول في هذه بالذات إذن لي أن أعطيه الضربة القاضية التي بعدها لن يصح لا هو ولا غيره ولا الآخر أن يتفوه بحرف واحد. بداية هو يريد أن يطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كما نعلم يقول أتيت من نكاح، اللي هو النكاح الصحيح القائم على الزوج والزوجة والولي والشاهدين والإشهار والإعلام. أتيت من نكاح ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، وأنت تعلم أن النبي لا ينطق عن الهوى لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الوحي أوحى إليه بذلك. والمعلوم أن شرف الأنبياء عظيم لم يصبهم من ذلك شيء. بل الأكثر من ذلك حينما نتحدث عن النسب الشريف انظره إليه وأدخله هو بقى عن النسب الشريف، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غارب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مضر ابن زار ابن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. أنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما طولش فيها أقول لك بيتكلم في ديني، لا تعالى بقى لنسب المسيح عندهم. وطبعا أعوذ بالله أبرأ إلى الله من ذلك. النسب اللي بيقوله زكريا وما عليه زكريا واعتقاد زكريا مرة ثانية، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. طبعا أنا براء من اللي هقوله، بس شوف اللي هو بيؤمن به. شوف يا سيدي، نسب يسوع المسيح بين إنجيل متى وإنجيل لوقا في خلاف. بين إنجيل متى أنت بتطعن في نسب النبي، تعال بقى النسب يسوع المسيح عندك اللي أنت بتعتقده أبينه لك بقى. أو بين إنجيل متى وإنجيل لوقا يوجد اختلاف كبير جدا. يعني مثلا إنجيل متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا إخوته إلى أن قال ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال أهي من إبراهيم لداود 14 جيل، ومن داود لسبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلا. شوف يا أستاذ أشرف، نقول للمشاهدين إلى آبائي إلى أمهاتي إلى إخواني إلى أخواتي إلى أبنائي إلى بنات، اعتزوا بدينكم فأنتم على الحق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أهو شوف يا سيدي، يقول في إنجيل متى، ويا ريت الحمار ده يتصل علينا يدخل معنا اهو ويؤكد، يقول في إنجيل متى يعقوب أبو يوسف، يعقوب أبو يوسف، اسمعوني وركزوا معي. وفي إنجيل لوقا يقول يوسف ابن هالي، ابن هالي، ما بقاش هنا ابن يعقوب، يوسف ابن هالي. فهل يوسف ابن يعقوب ولا ابن هالي؟ ورونا الحقيقة بالظبط. ده إنجيل بيكذب إنجيل في النسب. مش كده وبس يا أستاذ أشرف، لا خد معايا دي حاجة عجيبة جدا. إما يجي يقول لك إيه ميلاد يسوع إنجيل متى الإصحاح 1 العدد 18، مش مفوت كلمة يا زكريا بطرس، ميلاد أسألك بالله، يقول أما ولادة أهي إصحاح 1 عدد 18 أما ولادة يسوع، هاتها من عندك أهي أهي. بس نرفع الكتاب أمام الكاميرا، أنا عايز الكاميرا تصور. أول لا يقول لك جيب كتاب من عنده، الكتاب المقدس هي الطبعة المصرية أهي أهي. ركز جدا، ركز اهو اهي ميلاد يسوع المسيح انجيل متى اهي. شيخنا نرفع الكتاب تاني مرة تانية للكاميرا اهو. اتفضل اهي انجيل متى نسب يسوع المسيح، ميلاد يسوع المسيح. اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. اقف عند الاولاني، اما ولادته ولادة يا استاذ الى اليعقوبيين والنسطوريين. انا بقول اللي بيقول بان المسيح اله، ان يسوع المسيح اله، انا بسأل فكيف يولد؟ كيف يولد الاله ومن بطن امرأة من فرجها؟ هل يولد الاله من فرج امرأة وتحمل به كحمل البشر تماما بتمام وتصحبه طلقات الولادة يا استاذ اشرف؟ حتى هجيب لك الالفاظ هنا بتاعتهم هم.
أنه نجس أمه، وهو نازل كده شوف باللفظ كده، أعوذ بالله أعوذ بالله. شوف القرآن الجميل عندنا، واذكر في الكتاب مريم، يا زكريا لو تسمع يا مجرم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، شوف بقى الإيمان والورع والنقاء والطهر، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أهو ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. شوف الطهر، شوف النقاء، أهو مراحل حمل، مراحل ولادة من روح الله جل وعلا، ما هوش لا ابن الله ولا كذا. ولذلك ما تقول لي أما عن ولادة يسوع المسيح هو الرب، إما تقول لي هو الرب فقد أقررت بأنه بشر مولود. لا مش دي بس، أنا عايز أركز يا أستاذ أشرف.